السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون صحتكم بألف خير. مرحبا بكم في مطبخي وفي قناتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة شريبتكم. وصفتنا لنهار اليوم الرولي بالبطاطا واللحم المفروم، يجي مفرمج ويعني بنين بزاف، يجي حاجة بريستيج يعني كطبق رئيسي في رمضان. وإن شاء الله تكون عجبتكم يعني هذا الفيديو. ما عليكم غير ديروا لي جيم وابوني وديروا لي اشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله. هنا شوفوا لي الرولي كيفاه جا، بسم الله ما شاء الله، جاء احمر وطري ومفرمج الله الله. نروحوا للمقادير. في مقلاة راح ندير حبة عبصل تكون مقطعة إلى قطع صغيرة، مع 2 فصوص تاع الثوم، مع كمية من الفيونداشي، يعني نتيا والكمية اللي تحبي ديريها. لي زيبيس راح ندير كركم، راح ندير زنجبيل، راح ندير راس الحانوت، وهنا راح ندير ثوم بودرة والقليل يعني من الملح. راح نخلط وندير كذلك عفوا توابل الدجاج ونخلوهم يتقلاو حتى نتحصلوا على هذا يعني الخليط. راح نضيفوا له حبة على البيض ونخلوه بجهة. في جهة أخرى كنت تقليت البطاطا دوائر، يعني دوائر يكونوا شوية كبار، وراح نستفهم في البلاء بهذه الطريقة على بابي كويسون. آه، نشعل الفور على 180 درجة. هنا راني خلطت فيه 2 حبات تاع البيض، راح نضيفهم فوق البطاطا تاعي وندخلهم للفور. نشعل عليه من تحت، كي يطيب لنا من تحت نشعل عليه من الفوق. وشوفوا لي يعني بسم الله ما شاء الله. راح نضيف لها هنايا اللحم، يعني اللحم المفروم اللي كنت طيبته، وراح نضيف لها يعني قطع من الفرماج، يكون يعني الفرماج تاع القطع. وهنا ضفت لها كمية من الجبن المبشور. ونبدا يعني الرولي في الرولي تاعي. كي تقعدوا ترولوا يعني تقعدي تزيري وتحكميها من الجهة الأخرى، وتقعدي تزيري وتدوري حتى تحصلي على رولي شاد روحه، يعني ما ترخفيش يديك باه ما يجيكش الفراغ بيناتهم. هنا بعد ما روليته درته رجعته في البلا، وزدت له هنا شوية فرماج تاع الشيدار. هنا هو اللي راح يعطيني هذيك الاحمرار، يعني الشباب من فوقه. نتيا ديري يعني إلا ما كانش عندك شيدار ديري أي جبن متوفر عندك، دخليه للفور مشعل على 180 درجة من الفوق حتى يتحمر كيما راكم تشوفوه. شوفوا لي كيفاه جا، بسم الله ما شاء الله. أنا في جهة أخرى راني هنا ما درت لكمش الفيديو، وجدت صوص تاع الزيتون، شوية تاع الزيتون درتها مرقة مع شوية شامبينيون، ودرت لها مع قطعة من اللحم، طيبتهم يعني كإضافة للرولي تاعي. وهنا راني نقطع في الرولي تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا أنا كان سخون بزاف، ما قدرتش حتى نقطعوه، خلوه نتوما يبرد شوية عاد بداو تقطعوا فيه. شوفوا لي النتيجة بسم الله ما شاء الله، جاء مفرمج وجاء بنين ما نحكي لكمش البنات. بسم الله ما شاء الله، جربوه وان شاء الله عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم. ما عليكم غير ديروا لنا جيم وابوني، وما تبخلوش علينا بالاشتراك اللي تكبه تكبر لنا العائله تاعنا باذن الله. وهنا ما عليا غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.